السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا مفيش احلى من انك تفطري بشوية قراقيش كده جنبهم كوباية شاي بلبن او وقت العصاري كده. يا سلام، تبقى حلوة قوي قوي قوي. تعالوا نعمل النهاردة قراقيش محشية عجوة أو المنين بالعجوة بثلاث أشكال مختلفة. طريقتهم سهلة قوي قوي، وهقول لك سر التسوية مهما كان فرنك ايه. فاكرين دي اللي كنا بنعملها زمان واحنا صغيرين. دي كان اسمها ايه بقى؟ اللي يعرف يقول لي اسمها ايه في الكومنتات. انا طبعا ما بنساش نفسي وبحب اعملها لنفسي قوي قوي. بس قبل ما نبدأ، تعالوا ناخد شوية حسنات ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونقول بسم الله، ونجيب كوباية كده حلوة جميلة، نحط فيها معلقة صغيرة من الخميرة الفورية، عليها معلقة كبيرة من السكر، وكمان ننزل عليهم بربع كوباية كده من المية، ونقلب كويس جدا جدا، ونغطيها علشان نختبر الخميرة. أنا دايما بحب اختبر الخميرة قبل ما اشتغل بأي حاجة. تاني خطوة عندنا وهو الدقيق، هننخل كيلو من الدقيق. ودي خطوة مهمة جدا جدا، ما تستغنيش عنها في أي حاجة هتعمليها. هتعملي كيك، هتعملي كحك، هتعملي فطير، هتعملي قرص، هتعملي أي حاجة، إن شاء الله هتعملي كريب. لازم تنخلي الدقيق، الخطوة دي مهمة جدا جدا. هننزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة ممسوحة كده، وبعدين رشة صغيرة من الفانيليا. فانيليا هتدي ريحة كده ونكهة حلوة قوي قوي للقراقيش بتاعتنا. لو بتحبي ريحة. هنقلب بقى كل المكونات دي وننزل بمعلقة كبيرة من السمسم المحمص. بعد كده عندنا كوباية الا ربع من السمنة البلدي السايحة على النار السخنة. انا مسخناها على النار بس مش قادحة يعني، مش اللي هي ما بتقدحش على النار، لا انا مسخناها قوي. بنفس الكوباية اللي عيرنا بيها السمنة هنعير بيها كوباية الا ربع من الزيت. يبقى الكيلو دقيق بياخد كوباية الا ربع سمنة بلدي، وعليهم كوباية الا ربع من الزيت. زيت ذرة، زيت عباد شمس، اللي عندك استخدميه. هنقلب بقى في كل المكونات دي في الدقيق كويس قوي. هنبس الدقيق بتاعنا. انا ابتديت بالمعلقه علشان اتاكد بس انه ايه السخونيه بتاعه السمنه قلت شويه. هي ما كانتش سخنه قوي عموما يعني، بس يعني الاحتياط واجب. هنبس بقى الدقيق بالماده الدهنيه اللي عندنا كويس قوي لحد لما الدقيق لونه يختفي. قلبي كويس بقى لحد لما يبقى عندك قوامه زي الرمله المبلوله بالشكل ده. تمام، خلاص وصلنا للقوام ده. هنبتدي بقى ننزل بمكون سحري هيديكي توحيد للون وقت التسوية. دي معلقة من الدقيق، نزلت عليها بمعلقة صغيرة من النشا، ونزلت عليها بمعلقة صغيرة من بودرة الكاسترد. قلبي بقى كل المكونات مع بعض، وانزلي بقى بيهم على الدقيق اللي انتي بستيه بالسمنة ده، وبسي بقى بسي كويس قوي. خلاص هننزل بقى بالخميرة بعد لما اتأكدت ان الخميرة بتاعتي ممتازة. هنبتدي نعجن ونجهز جنبنا مية دافية للعجن. خلي بالك هي مش هتحتاج مية كتير. انا هنا حطيت جنبي كوباية مية دافية، وهنزل بيها على 3 دفعات، يعني واحدة واحدة كده، علشان نوعية الدقيق بتختلف. الدقيق اللي عندي غير الدقيق اللي عندك. ففي دقيق بيمتص المية اكتر من انواع دقيق تانية، يعني في دقيق بيمتص المية ودقيق ما بيمتصش المية. فانزلي بالمية واحدة واحدة علشان تقدري توصلي لقوام عجينة زي كده. شايفين قوام العجينة دي؟ لما تمسكيها في ايديكي كده وتبرميها وتيجي تبططيها ما يبقاش فيها اي تشققات. هو ده القوام المثالي للعجينة بتاعتنا. هنسيبها بقى ترتاح شوية حوالي ربع ساعة بس عشان احنا في الصيف. طبعا لو احنا في الشتاء هنسيبها وقت اطول من كده. تعالوا بقى نعمل معاكو اول شكل. سهل قوي يعني. هنجيب بقى جزء من العجينة كده ونبتدي نفرده كده بشكل طولي بحيث ان هو يبقى شكله مستطيل شوية. هنستخدم بقى النشابة بحيث ان احنا ايه نسهل على نفسنا فرد العجين. هنفرده بالشكل ده
وانا عايزه سمكه ما يبقاش يعني رفيع قوي ولا تخين قوي. هنبتدي بقى نساوي العجينه اللي عندنا بالسكينه او باي قطاعه عندك كده، من اليمين ومن الشمال لحد لما تبقى العجينه مستطيله كده ومظبوطه. فاكرين دي بقى؟ دي العجوه اللي انا عملتها معاكم من التمر اللي باقي من رمضان. رمضان شهر الخير اللي دايما بيبقى منه حاجات في التلاجة. شايفين عملناها ازاي؟ كمية كبيرة من العجوة، اللهم بارك، جميلة جدا جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في علامة الاي اللي هتظهر عندك دلوقتي علشان تقدري توصلي للفيديو ده بسهولة. طبعا انا مجهزة العجوة وحاطه لها السمنة وحاطه لها السمسم وحاطه لها قرفة وحاطه لها كل حاجة بحيث انك تطلعيها من الفريزر، تسيبيها بس تفك شوية وتستخدميها على طول. هنفرد بقى العجوة بتاعتنا بالشكل ده، وبعدين نتني العجينة النص التاني على العجينة بتاعتنا بالشكل ده. هنضغط بس شوية كده علشان الضغطة دي هتثبت العجوة في العجينة. وبعد كده مشيت الرولة بتاعتي دي علشان اداري بس بصمات الصوابع كده تبقى مظبوطة. هنبتدي بقى نقطع، نشيل الاطراف الاول. طبعا الاطراف دي مش هتترمي، هي هتتعجن تاني وتتعمل تاني. كل لما بتساوي الاطراف كل لما بيطلع عندك الشكل منظم وجميل. هنبتدي بقى نقطع بسكينة مشرشرة او بقطاعة مشرشرة زي دي جميلة كده تديكي شكل حلو. او لو ما عندكيش القطاعة دي قطاعة بطاطس على فكرة يعني، اللي هي بتقطعها مشرشرة دي، بس انا ايه قلت استغلها بقى في حاجة تانية. شايفين السمك ده؟ ولسه كمان العجينة ما خمرتش، يعني لما تقعد وتخمر هتبقى سمكها مثالي جدا جدا. هنرصها بقى في صينية مش مدهونة اي حاجة، يعني ما تدهنيش الصينية اي حاجة، وحطي رصيها بالشكل ده في الصينية. كملي بقى المقدار بتاعك وهنخش على الشكل التاني. تعالوا نعمل الشكل التاني، شكل سهل جميل جدا جدا. عايزين بقى حتة عجينة كبيرة شوية عشان احنا هنفردها كده عجينة كبيرة شوية. طبعا لقيت عندي هنا كمية العجينة كبيرة على النشابة اللي عندي، فرحت شايلة منها حتة يعني. هنفرد بقى بالنشابه دي. النشابه دي جميله جدا يا جماعه، اللي هي السيليكون دي، الحلقات اللي فيها دي بتظبط لك سمك العجينه. حتى لو انت ما بتعرفيش تظبطي سمك العجينه، لا، الحلقات، فايده الحلقات دي انها بتظبط لك سمك العجينه زي ما انت عايزه بالظبط. بيجي معاها حلقات لونها ازرق وحلقات لونها فوشيا، كل واحده بسمك مختلف. فانا بشتغل بيها وانا مغمضه بصراحه. خلاص هنساوي بقى العجينه بتاعتنا، هنعملها مربع كبير كده. نأكد بس ان هي اتفردت كويس، ما فيهاش اي حتة عالية ولا حتة واطية. اهي الحلقات دي اللي انا بقول لكم عليها ممتازة جدا. شايفين؟ هو ده السمك اللي انا عايزة اوصله بالظبط. هنساوي بقى العجينة بتاعتنا بالسكينة كده علشان تبقى بشكل مربع كده وجميل. وبعد كده هنفرد عليها العجوة بتاعتنا بالشكل ده، هنفردها عليها كلها طبقة بسيطة كده، هنفردها عليها مظبوط. شايفين؟ اتفردت اهي بكل سهولة. خلاص بعد كده هنبتدي نلف العجينة على شكل رول. هناخد طرف العجينة كده ونبتدي تلفي على شكل رول، وانتي بتلفي الرول يعني لفيه اضغطي عليه شوية كده علشان يبقى ايه، ما يبقاش مهوي معاكي، ويبقى مضغوط كويس قوي، ويبقى متماسك كويس قوي بالشكل ده كده اهو. واهم حاجة انك تقفلي العجينة من ورا بالشكل ده. سيحي العجينة على بعض كده بطرف ايديكي كده، وابدأي اضغطي كده، قرصي كده في العجينة او قرصيها كده، وبعد كده اضغطي عليها تلاقيها اتقفلت وبقت تمام التمام. العجينة بتاعتنا مرنة وجميلة وسهلة التشكيل. شايفين؟ الطريقة الجزئية دي مهمة جدا جدا. اهم حاجة بقى وانتي بتقطعي ما تقطعيش بالسكينة. فاكرين السينابون بنقطعه بايه؟ بنقطعه بالخيط. هنجيب خيط كده ونبتدي نقطع بيه الرول بتاعتنا عشان يبقى عامل زي كعب الغزال كده. عارفينه؟ طبعا هي لسه ما خمرتش ولا اي حاجة، فلما تقعد وتخمر كمان هيبقى شكلها جميل جدا جدا. هتجيبي الفتلة على بعض كده او الخيط على بعض كده وتبتدي تضغطي كده، يقطع معاكي بكل سهولة.
سهلة ومتماسكة ومش بتفك منك وجميلة جدا جدا. ليه؟ عشان احنا لفينا الرول بطريقة كويسة. شايفين انا لما باجي اوقفها بتقف ازاي؟ ولا بتقع يمين ولا بتقع شمال. وكذلك لما تخمر برضو مش وزنها المفروض يعني حجمها يزيد سنة، فمش هتقع منك ولا يمين ولا شمال. تعالوا نعمل اخر شكل، وده الشكل المحبب لقلبي قوي قوي، لان انا بحب اكل الجبنة بالقراقيش السادة. فهنعمل القراقيش السادة سهلة قوي. هنرولها كده الاول، وبعد كده نفردها على شكل مستطيل، وبعد كده نساوي الاطراف كده بجنب السكينة كده. هنساوي الاطراف ويمين وشمال، وبعد كده نقطع الاطراف اللي مش متساوية دي من اليمين ومن الشمال، وبعد كده بالقطاعة بتاعتنا وهنبتدي نقطع وحدات متساوية بالشكل ده. مفيش ولا اسهل من كده. هقول لكم بقى على التسوية المهمة جدا جدا. درجة الحرارة 220. المخبوزات عموما بتستوي على درجة حرارة عالية، فلازم فرنك يكون سخن جدا. هتسخني الفرن كويس قوي وتدخليهم الفرن، وما تولعيش الشواية ولا حاجة لحد لما ياخدوا لون على الرف الأوسط. ما تحطيهمش على أرضية الفرن نهائي. وزي ما انت شايفة كده نتيجة ممتازة. ومعلقة الكاسترد اللي احنا حطيناها خلت لون القراقيش بتاعتنا يبقى لون موحد، ويبقى لونه مصفر كده وجميل، لونه ذهبي كده وحلو قوي قوي. لو وصلتي معايا لحد هنا وعجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك، ونوريني بالاشتراك في القناة، وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من قناة صنع في المطبخ مع أميرة الطاهر. شكرا للمشاهدة.